شرف العرب ورفع كأس أفريقيا دون أي هزيمة. اليوم ما راح نحكي عن المدرب وعلى اللاعبين الذين كتبوا تاريخ في جدران من ذهب، بل راح نحكي ولا نذكر سلسلة لا هزيمة للمنتخب الوطني الجزائري اللي مقدر حتى منتخب عربي أو أفريقي يوصل لهذا الرقم، اللي هي سلسلة الهزيمة 35 مباراة دون هزيمة. كيفاش بدات وكيفاش ولدت؟ باش تعرفوا كل هذه التفاصيل ما عليكم غير تشوفوا الفيديو الأخير. أيها السلام عليكم، كيف تشرفون كونوا بخير؟ معكم أسيد ورجعتكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نحكوا عليه عن تاريخ المنتخب الوطني الجزائري لسلسلة لا هزيمة 35 مباراة دون هزيمة. قمة مباريات المنتخب الوطني الجزائري في سلسلة لا هزيمة. انطلقنا. سلسلة المنتخب الوطني الجزائري بدأت في يوم 18 نوفمبر 2018 وأكيد تحت قيادة المدرب الوطني الجزائري جمال بن محمد. أول مباراة كانت مع منتخب التوغو واللي ربحناها ب4-0 في إطار تصفية كأس أفريقيا 2019. غلبت الجزائر ب4 أهداف مقابل 1. المباراة الثانية كانت مع منتخب قطر اللي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف نظيف. المباراة الثالثة كانت مع منتخب غامبيا اللي عدلنا معها 1-1 في إطار تصفية كأس أفريقيا. الرابعة كانت مباراة ودية مع منتخب تونس اللي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف نظيف. المباراة الخامسة كانت مع منتخب بوروندي اللي عدل بها المنتخب الوطني الجزائري. المباراة السادسة كانت مع منتخب مالي اللي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري 3 أهداف مقابل 2. قبل أن ندخل في إطار بطولة كأس أفريقيا 2019 وكانت تونس ابتدت بهذه المباراة المتقدمة، المباراة السابعة التي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف نظيف. المباراة الثانية كانت مع المنتخب السنغالي الذي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف نظيف. المباراة التاسعة كانت مع منتخب تنزانيا الذي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف 3 أهداف مقابل 0. العشرة التي كانت مع منتخب غينيا والتي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري 3 أهداف مقابل 0 بإطار بطولة كأس أفريقيا 2019. المباراة رقم 11 كانت مع منتخب كوت ديفوار والتي تعادل مع المنتخب الوطني الجزائري بهدف مقابل 1 وهي نتيجة إيجابية. المباراة رقم 12 التي لم تتوقع منتخب نيجيريا التي حطها في الجول يا ريال. مباراة رقم 13 في سلسلة الهزيمة اللي كانت مع منتخب السنغال وتجمعنا في نهائي بطولة كأس أفريقيا التي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بفضل هدف وقت الرجال الإضافة الأولى من المباراة. وكذا نكون كملنا كأس أفريقيا وزينا السيد كأس أو الكحلوشة وانطلقنا إلى الجزائر. المباراة رقم 14 اللي جمعنا مع منتخب البنين والتي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف مقابل 0 إطار مباراة ودية. المباراة رقم 15 اللي كانت مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعادل مع المنتخب الوطني الجزائري بهدف مقابل هدف. المباراة رقم 16 في سلسلة الهزيمة التي كانت مع منتخب كولومبيا والتي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف ب3 أهداف مقابل 0. المباراة رقم 17 التي كانت في بوابة افتتاح تصفيات كأس أفريقيا 2021 والتي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري على نظير زامبيا ب5 أهداف مقابل 0. المباراة رقم 18 التي كانت مع منتخب بوتسوانا والتي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري 1-1 بهدف مقابل 0. المباراة رقم 19 التي كانت مع منتخب نيجيريا والتي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بهدف مقابل 0 في الناس. المباراة رقم 20 التي كانت مع المكسيك والتي تعادل بها المنتخب الوطني الجزائري ب2 مقابل 2. المباراة رقم 21 التي كانت مع منتخب زيمبابوي في إطار تصفية كأس أفريقيا التي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري 3 أهداف مقابل 1. المباراة رقم 22 التي كانت مع نفس المنافس ويعادل المنتخب الوطني الجزائري 2-2 مع منتخب زيمبابوي في إطار تصفية كأس أفريقيا. المباراة رقم 23 التي كانت مع منتخب زامبيا ويعادل المنتخب الوطني الجزائري ب3 أهداف مقابل 3 في زامبيا. المباراة رقم 24 التي كانت مع منتخب بوتسوانا اللي فاز المنتخب الوطني الجزائري ب5 أهداف مقابل 0 في نتيجة رقيقة في تصفية كأس أفريقيا. المباراة رقم 25 كانت مباراة ودية وفاز المنتخب الوطني الجزائري ب4 أهداف مقابل 1. المباراة رقم 26 هنا في تشاكير التي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بفضل هدف رياض محرز 1-0 أمام المنتخب المغربي. المباراة 27 كانت مع منتخب تونس في ملعب مصطفى تشاكير وفاز المنتخب الوطني الجزائري مقابل 0. المباراة رقم 28 كانت مع منتخب جيبوتي والتي كانت تحقق نتيجة في سلسلة الهزيمة مع منتخب جيبوتي وفاز المنتخب الوطني الجزائري ب8 مقابل 0. المباراة رقم 29 كانت مع منتخب بوركينا فاسو ومنحدر المنتخب الوطني الجزائري ب2 مقابل 2. المباراة رقم 30 كانت في إطار تصفية كأس العالم مع منتخب نيجر وفاز المنتخب الوطني الجزائري ب6 أهداف مقابل 1.
مباراة رقم 31 كانت مع منتخب النيجر، حين فاز المنتخب الوطني الجزائري ب4 هدف مقابل 0. مباراة رقم 32 كانت مع منتخب جيبوتي في القاهرة، وين فاز المنتخب الوطني الجزائري ب4 أهداف مقابل 0. رقم 33 كانت مع منتخب بوركينا فاسو، وين فاز المنتخب الوطني الجزائري بهدفين مقابل هدفين في ملعب مصطفى شاكر. مباراة رقم 34 كانت مع منتخب غانا، وين فاز المنتخب الوطني الجزائري ب3 أهداف مقابل 0. 35 كانت مع منتخب سيراليون، وين المنتخب الوطني الجزائري 0-0. هكذا انتهت سلسلة الهزيمة للمنتخب الوطني الجزائري، ومن فاز ب24 مباراة وعدل في 11 مباراة. هكذا تنتهي سلسلة الهزيمة للمنتخب الوطني الجزائري. انتهى الفيديو، ما تنساش دير لايك واشترك في القناة. ألقاكم على خير. صحة وصحة صحتكم. سلام.